خوتي المغاربة، حياكم الله أينما كنتم. مرحبا بكم من جديد مع الإعلامي والحقوقي أحمد قرماط بمرصد أبناء الشام. خوتي المغاربة، بعض المراسلين الصحفيين ينعتون أو يصفون المغاربة بالكلاب بكتابة البيت الشعري: لا تأسفن على غدر الزمان، لا طالما رقصت على جثة الأسود كلاب، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب. يخاطبوننا بلغة الغابة ونسوا أن الغابة عندها مواليها، فيها طرزان وفيها موكلي وفيها عمهم السبع. ومن هذا المنبر كنوجهوا واحد النداء إلى بعض الصحفيين والإعلاميين أنهم يديرونا مراسلين صحفيين في المستوى، ما يفكروش يديروها مراسلين باش يطلعوا بهم الموقع ديالهم من بعد. الله يعاون، ما كيهمهمش اش كيعطيو المجتمع، واش كيساهموا في تضليل الرأي العام وتزييف المعلومات، وكذلك نشر الفتنة والكراهية وتلميع صور بعض المنتخبين الفاسدين، لأن هذا ليس هو دور الإعلام أو الصحافة الحقيقية. ما نراه اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي لا يشرف الإعلامي والصحفي، لأن دور الإعلام حيوي في المجتمع، فهو يعمل على نقل المعلومات وتشكيل الرأي العام وتعزيز التواصل بين الأفراد ونقل الثقافة والمعرفة، كما يساهم بالتوعية في القضايا المهمة ودعم التنمية وتشجيع الحوار البناء وكشف الفساد، بالإضافة إلى الترفيه. اليوم إخواني أخواتي المغاربة، بهذا البلد السعيد أصبحنا نعيش واحد المشكل كبير جدا يخص ميدان الإعلام والصحافة، حيث أصبحت واحد الفئة كثيرة دخيلة أو دخلاء على هذا الميدان، لا هم مراسلين صحفيين في المستوى ولا هم حاصلين على شهادة تثبت على مزاولتهم لهذه المهنة أو مؤطرين أو حصلوا على تكوين. مراسلين صحفيين يستغلون مواقعهم لتلميع صور بعض المسؤولين الفاسدين، وكذلك يزيفون المعلومات ويضللون الرأي العام، وهذا ليس هو دور الإعلام الحقيقي. الأدوار الرئيسية للإعلام هي نقل المعلومات وتثقيف الجمهور، ويقوم الإعلام كذلك بتزويد الناس بالأخبار والمعلومات الدقيقة حول الأحداث المحلية والعالمية، ويساهم كذلك في نشر المعرفة العلمية والثقافة في مختلف فئات المجتمع. كما يساهم كذلك الإعلام في تشكيل الرأي العام، حيث يؤثر الإعلام بشكل كبير على آراء الأفراد ومواقفهم كذلك تجاه القضايا المختلفة، وذلك من خلال تفسير الأحداث وتقديمها بطرق تؤثر على وجهة نظر الجمهور. وكذلك يلعب الإعلام الحقيقي، ليس الإعلام التي نراها اليوم التي تصدر من بعض الصحفيين المراسلين الذين يستغلونهم بعض الصحفيين والإعلاميين فقط باش يطلعوا المواقع ديالهم، ولكن لا يهمهم ماذا يعطون للجمهور. الإعلام يساهم كذلك في تعزيز التواصل الاجتماعي، لأنه هذا هو الإعلام الحقيقي، حيث يلعب الإعلام دورا مهما في خلق الحوار والنقاش البناء، ليس بالشتم، النقاش البناء بين أفراد المجتمع، وتقريب كذلك وجهات النظر لكل من يساهم في تقوية الروابط الاجتماعية. الإعلام الحقيقي يساهم كذلك في
دعم التنمية الشاملة، حيث كما أنه يلعب دور مهم في دعم التنمية الشاملة، حيث يساهم الإعلام في تحقيق التنمية من خلال زيادة الوعي بالقضايا المهمة وتحفيز الفئات المنتجة والمساهمة في صياغة السياسات التنموية، وكذلك تنمية قدرات الشباب. كما أنه يساهم بطبيعة الحال الإعلام الحقيقي في مراقبة وكشف الفساد، حيث يقوم بدور رقابي مهم من خلال كشف الفساد الإداري والمالي، ويعزز بيئة النزاهة والشفافية. وكذلك الإعلام يلعب دورا مهما في الترفيه والتسلية.